طبعا أنا كلش أحب التحديات. اليوم أهلي جابوا لي مكونات وقالوا لي نتحداك تسوي لنا بيها أكلة طيبة. أول ما شفت اللحم قلت هي طلعت لي بصلاية وباقة معدنوس وثرمتهن كلش نار وخبطتهن ويا اللحم وعجنتها كل زين، وشي أكيد وياها رشة ملح. وبعد ما عجنتها كل زين جبت تبسي وحطيت اللحم، فرشت اللحم بالتبسي وسويته بمستوى واحد، ووراها جبت الشيش وأهلي عرفوا وراح أسوي لهم كباب. وهذا أطيب كباب ممكن يسووه بالبيت وأطيب من الفحم. وراح أقرنشه بالبصل وبالطماطة راح يعطيها طعم يخبل، ونص ساعة بالفرن نار فوق وجوا وراح يلحق. وبالعلاقة الثانية طلعوا جايبين نمنميات، كل الشغلات اللي يحبوها الأطفال. ووالدتي معتازة كلينكس وموصي كل أنواع الكلينكس. هسه خلي أقول لكم من جتي هالغراض. هالغراض جتي من تطبيق مزاجك، تطبيق عراقي للنخاع، كل القائمين عليه عراقي. مزاجك بيه المطاعم والبقالة والخدمات والمحلات، والمطاعم أكيد موجود بيه مطعم بي إكس. والخصومات بمزاجك أبد ما تخلص، وشكو شي ببالك بالأسواق ممكن تلقاه، من خضار ولحوم وسناكات وكل شي ببالك موجود. والأسعار كلها مدعومة وأرخص من برا، يعني بدل ما تطلع وتتعب نفسك بضغطة زر يجي كل شي ليمك. والخدمات بيها العناية بالحيوانات والسيارات والأمن والسلامة والصيانة المنزلية. وسويت لكم برومو كود خصم، كتبون الشيف علي وراح توصل لكم أول 5 طلبات توصيلها مجانا. منتظرين نزل التطبيق ودعموا الصناعة الوطنية. وهسه كمل عندنا الكباب وشوفوا لي شلون شكلي خلف العراقية، نحط بيها خضورات وكباب وبصل وطماطم والف عافية. اللي ما يعرفني أنا الشيف علي ربيعة صاحب سلسلة مطاعم بي إكس. ولا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، رزق على الله. وملاحظة تطبيق مزاجك يبقى وياكم للثنتين بالليل.